يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم الصحة واحسن حال. اهلا وسهلا بيكم في حكايات سحر عمارة. فضلا منكم اللي اول مرة بيشوفني او اول مرة يتابعني، يا ريت تدعموا القناة باللايك والشير وتعليقوا على القصة عشان نفيد صاحب القصة، وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل قصة جديدة. نبدأ حكايتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. قصة النهاردة عن واحدة بتقول: انا عندي 65 سنة، متجوزة بقالي 37 سنة، بحب جوزي جدا، كنا مع بعض على الحلوة والمرة. جوزي دلوقتي عنده 69 سنة. جوزت، عندي 4 ولاد، بنتين وولدين. جوزت ال4 والحمد لله كلهم عندهم ولاد إلا بنتي الأخرانية اللي لسه مجوزاها بقالها 5 شهور. علاقتي بولادي وأنا سايبهم بحبايبي كتير كويسة جدا. عمري ما كان في خلاف بيني وبين حد، عمري ما حصل خلاف بيني وبين جوزي وحد عرفه. طول عمري ستر وغطى على جوزي، على الحلوة والمرة عايشين مع بعض. بيحصل مشاكل احيانا زي اي حد، بس كنا بنعديها والدنيا عايشين ومستورين والحمد لله. من ساعة ما جوزت بنتي الاخيرة اللي بقالها 5 شهور، جوزي وضع اتغير. جوزي راجل بيعرف ربنا، بيصلي الفرض في فرضه في الجامع، بينزل يصلي صلاة الفجر على طول، القرآن في ايده كتير. كنا زمان هو على قده وانا كنت مستواي المادي اعلى منه، فاخدت ورث بابايا وفتحنا مشروع والحمد لله كبر وبقى في ايده قرش يعني. فالحمد لله عايشين مستورين لغاية ما جوزنا ولادنا وبقى عندنا احفاد كمان. انا طول عمري عايشة في مثلث او قافلة عليا دايرة كده، انا وجوزي وولادي وبيتي وبس. ما عنديش صحاب، ما عنديش اهل، ما عنديش احباب. كل اللي كانوا ليا او اهلي او معارفه توفاهم الله، فبقيت في الدنيا لوحدي، عايشة لوحدي. اخواتي كمان توفوا وولادهم كل واحد في حياته. عارفين العيشة الاسرية اللي مقفولة على بيتي وولادي وانا وجوزي وبس، هي دي حياتنا. جوزي على طول بيعمل عمرات، جوزي حج بيت ربنا كذا مرة وانا كمان. علاقتي بجوزي الزوجية عمري ما قطعت ولا منعت نفسي عنه. شكلي حلو، شكلي كويس رغم كبر سني. المشاكل السكر والضغط، غير كده ما عنديش. احيانا دلوقتي من ساعة ما جوزت بنتي عشان كنت مشغولة معاها في النزول والطلوع ونجيب جهازها والكلام ده، ابتدى عظمي يوجعني ورجلي توجعني شوية. هو ده كل المشكلة اللي عندي. بعد ما جوزت بنتي قلت خلاص انا وجوزي هنتعكز على بعض ونعيش نكمل باقي عمرنا اللي باقي. من ساعة ما جوزت بنتي لقيت جوزي اتغير. الحاجة الوحيدة اللي مواظب عليها في حياته دلوقتي هي الصلاة في الجامع. معرفش الناس تشوفه بره تقول ملاك. من ساعة بقالي ال5 شهور دول او 6 شهور وانا حياتي في مرار، مش عارفة في ايه. اتغير نهائيا معايا، مش عايز يديني ولا مليم، مش عايز يجيب لي علاج السكر، مش عايز يجيب لي علاج الضغط. يقول لي كفاية عليكي على كده، هو انا هفضل طول عمري اصرف عليكي؟ كلام من ده كتير. ابقى نايمة بالليل اقول ده نازل يصلي الفجر، الاقيه يتسحب على الساعة 2. هو كان متعود ان هو يقوم يقرأ في القرآن ويتوضأ ويصلي الفجر وينزل ويرجع ينام. يرجع من صلاة الفجر يلاقيني صاحية مصلية الفجر وقاعدة مجهزين الفطار وقاعدين نفطر فترة. ولا عايز ياكل ولا يشرب معايا، متغير اسلوبه معايا نهائيا. قلت يمكن في واحدة شغلاه بنته صغيرة ولا حاجة. وضعه مش طبيعي. عمره ما تخيلت ان جوزي يبقى على علاقة بواحدة. لقيته بالليل بيتسحب من جنبي. احنا متعودين الساعة 12 بكتيرنا نكونوا نايمين، فدخلت كالعادة الساعة 12. يقول لي لا انا هقعد. طب يدخل ينام، ابص احس بيه وهو بيتسحب من جنبي، مش عايز ينام معايا دلوقتي في الأوضة. اخد أوضة الولاد وبقى بينام فيها. حاسه ان ظروفه كلها غلط. قلت يمكن في حاجه، يمكن متضايق مني. اقعد اتكلم معاه يا حاج في ايه؟ يقول لي خلاص احنا عمرنا مع بعض كده انتهى، خلاص كل واحد فينا يروح لحاله. ومصمم يا حاج هتطلقني ايه في العمر ده؟ طب الولاد نسيبهم يقولوا علينا ايه؟ ده احنا بقينا جدود دلوقتي، ما ينفعش. وايه اللي ما نفعهوش؟ انا عايز اعيش حياتي، انا عايز اهتم بنفسي. كل اهتمامه دلوقتي بقى بالموبايل اللي ما كانش بيقعد عليه اصلا، بقى كل اهتمامه بالنت والموبايل.
قلت لا خلاص اكيد في حاجة غلط. بقيت اخد الموبايل بتاعه وافتش فيه، استغربت جدا، لقيته على علاقة بواحدة عندها 72 سنة، يعني اكبر منه 72 سنة او 73 سنة تقريبا، ده اللي انا متذكراه. يعني اكبر منه مش صغيرة. وبعتله صورها، بس بعت بقى كلام خارج، كلام تقعد تضحك بطريقة غير طبيعية كده، مسجلة له صوتها وهي بتضحك، مسجلة له صوتها وهي بتتمايص. معقولة ده واحدة عندها 70 سنة تعمل كده؟ لما شفته كده قلت له يا حاج ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت بتفتشي في تليفوني، انت مالكيش فيه حاجة، ما تخصكيش، لو مش عاجبك اتطلقي. في مرة واحدة بالليل قلقت، قلت هنزل يعني هو اكيد نزل يصلي الفجر، سمعت صوت الفجر يعني بيأذن وكده، فلقيته جاي من تحت وقاعد على التلفزيون. فقلت ايه يا حاج انت هتفرج، انت هتحكميني، انت مش عارفة ايه. سبته ودخلت نمت. مش نمت قلقانه، فطلعت تاني لقيته مشغل مندمج، هو مش واخد باله مني ان انا جيت، لقيته مشغل افلام مش كويسه وعمال مبسوط بيعمل حاجات غريبه قوي مع نفسه. قلت ايه اللي بيعمله ده؟ واتاري الست معاه على التليفون. ايه يا حاج اللي انت بتعمله ده؟ ولا بسنك ولا عيب على العمرات وبيت ربنا اللي انت زايره؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده حرام وعيب اللي انت بتعمله ده. هو انت عمرك طلبت مني حاجة وانا منعتها؟ روحي شوفي نفسك، هو انا مش عايز منك حاجة اساسا، انا هتجوز وهجيبها تعيش هنا، انت شوفي لك مكان تاني، انت ما بقيتيش تلزميني، ومصمم ان هو يطلقني وان انا ما اخدش حاجه من حقوقي، ومستني ان انا اقول له خلاص طلقني. انا ابتدى يضغط عليا جامد قوي، مش معقوله هروح اشتكي لاولادي وهقول لهم ابوكوا بيعمل كذا او بيتفرج على افلام كذا او بيكلم واحده عندها 72 سنه ولا 73 سنه، ما يصحش. لو بنت صغيره هقول عايز يرجع شبابه، عايز يتجوز ويدلع نفسه، لكن دي واحده اكبر منه، طب هيتجوزها ليه؟ احنا مش محتاجين الحمد لله. بنتي اخدت مصاريف كتير، بس الحمد لله مستورين وماشيه معانا، اللي موجود يعني يمشينا ويعيشنا. عايز منها ايه؟ انا مش فاهمه هو عايز منها ايه. على الاقل مش هقول عندها فيلا، عندها قصر هيروح يعيش معاها. انا مش شايفه ان هي عندها حاجه زياده عني. انا دلوقتي ما بقتش طايقاه، منع عني نفسه تماما، بقى عايش وعازل نفسه في الاوضه التانيه ومش عايزني اختلط بيه. كل اللي طالع عليه انا وانتي لازم ننفصل ولازم نتطلق. الكلمه دي بقت بتوجعني وبقت بتجرحني، ما بقتش قادره استحمل، ومش عارفه اقول لاولادي ايه. خلاص فاض بيا، مش عارفه اخلي ولادي يكلموه ولا اسكت على كده. انا طول عمري مداريه عليه على الحلوه والمره، عمري ما اشتكيت لحد، وعمري ما طلعت سره بره ولا طلعت سر بيتي، ولا حد عرف عني حاجه، سواء حاجه حلوه او حاجه وحشه. كانت بداري على كله بصراحه. يعني الست الاصيله اللي بتداري على بيتها وبتحاجي على بيتها وعلى اولادها، انا مش عارفه اتصرف معاه ازاي ولا عارفه اعمل ايه. كل اللي طالع عليه دلوقتي انت لازم تتطلقي وتمشي، تروحي تشوفي لك حد يصرف عليكي. انا مش هصرف عليكي، وانا ما عنديش اي مورد رزق تاني غيره هو وولادي. مش معقوله هروح ارمي نفسي كل شويه عند واحده شكل من ولادي ونسايبنا هيقولوا عليا ايه؟ الناس في الشارع لو اشتكيت لحد الناس شايفينه ملاك، وفعلا ده الظاهر قدام الناس. هو المشكله كله في تعامله معايا في البيت. انا مش عارفه اتصرف ازاي، اسمع كلامه واتطلق واشوف لي مكان تاني ولا اعمل ايه، مع العلم ان انا ما عنديش مورد رزق تاني. بصي يا حاجه، دي وزة شيطان مش اكتر. الحاج شايف نفسه ان هو صغر، جوز عياله، خلاص بقى قاعد فاضي. النت الله يخرب بيت النت وسنينه، هو اللي استغل الناس، هو اللي شغل وقته، بدل ما كان بيقعد بيقرا في القرآن بقى بيقعد على النت. فجابها من على النت، الله اعلم جابها منين. مش هنقوله دي بنت صغيره هتدلعه، دي ست كبيره، يعني 72 و73 سنه، ملهاش حل تاني يا حاجه غير ان هو طمعان في فلوسها دي. ولا تقولي لي شكل ولا تقولي لي مش عارفه ايه، دي 73 ولا 72 سنه، هيبقى شكل ايه يا حاجه اللي هو عجباه او داخله في دماغه، او ان هي ضحك عليه بطريقتها الناعمه، بطريقه مياستها، بطريقه كلامها اللي هي بتعمله ده، او ان هي الله اعلم الله اعلم ان هي ست مش كويسه. دي السكه دي. ادخلي له بقى من ناحيه الدين، من ناحيه ربنا. انت زاير بيت ربنا، ما يصحش ان انت تتفرج على افلام زي دي. لو حد من عيالك عرف، لو انا اشتكيت لحد من عيالك هيبقى شكلك قدام الناس، لو اشتكيت لحد من بره صدقني هيبقى شكلك وحش وهتبقى صورتك مهزوزه. هاتيها من هنا. واعذريني يا حاجه، يعني 76 ولا 65 سنه ولا 66 سنه خلاص ما بقاش في العمر بقيه ان انت عشان تتطلقي. عشان لو كان سنك
اصغر من كده كنت هقولك اتطلعي، انت بتحرقي في دمك وبتحرقي في اعصابك، ملكيش مورد رزق تاني، فخلاص بقى استحملي زي ما انت ما بتقولي عشان خاطر ولادك. هي دي نزوه وشيطان بس مش اكتر، ان هو عايز يشوف نفسه وان هو شايف نفسه حلو، وان الست دي بتديله كلمتين حلوين. حاولي ان انت ترجعيه ينام معاكي في الاوضه تاني، حاولي لو هو عايز اي حاجه من متطلباته الزوجيه اديها له عشان ما يبقاش دي حجته. الكلام ده قولي له لو انا كنت شايفاها بنت صغيره اتجوز، انا مش منعاك، بس 73 سنه انت هتعمل بيها ايه؟ لو بنت صغيره هنقول ماشي، انت عايز تدلع نفسك عايز تتجوز يا سيدي اتجوز، بدل الخطيئه اللي انت واقع فيها. ما تمشيش ورا الشيطان، ان انت ماشي نفسك ورا الشيطان كده وماشي ورا الست اللي بتضحك عليك دي، اكيد عايزه فلوسك، يا اما انت عايز فلوسها مش اكتر من كده. دي مجرد نزوه مش اكتر، ما تسمعيش كلامه وتطلقي يا حاجه، استحملي، كده كده هيرجع تاني، وكده كده اكيد في يوم من الايام يفضل يدعي له ان ربنا يرده ليكي ويبعدوا عن السكه والطريق اللي هو ماشي فيه. ده رايي انا. شوفي راي الناس في الكومنتات، هتقولك انفصلي عنه ولا افضلي كملي معاه، مع العلم ان هي ملهاش مكان تاني وما عندهاش حد يصرف عليها غيره هو بس، وبتستنى ان ولادها يدوله، ومش عايزه تفضحه قدام ولاده. هي ست اصيله ومش عايزه تبوظ صورته قدام ولاده. دي قصتنا وحكايتنا النهارده. لايك وشير للفيديو، ويا ريت تفيدوها في التعليق وتقولوا لها تعمل ايه، تنفصل عنه ولا تقول لاولاده وتفضحه ويبقى سيرته على كل لسان، ولا تعمل ايه. سلام عليكم.